التعادل ضد انتر ميلان في ملعبك يعتبر خساره. وفي هذا الفيديو راح نفضح كل شيء اللي وقع اليوم في مباراه برشلونه وانتر ميلان وشنو عمل تشيزني، ونتكلم عن ذاك الجزائري السوالي. ليتس جو. وراح نتحدث في هذا الفيديو ايضا على تشيزني وعلى لامين يامال وعلى رافينيا وعلى الاخطاء الدفاعيه التي لا افهم لماذا جيرارد مارتين لا زال يلعب، وعلى الشوالي اللي ما كرهش ينزل يلعب قميص انتر ميلان ويسجل ضد برشلونه. لماذا هذا الجزائري ديما يعلق لمبارياتنا؟ لماذا؟ نعم كيف ما قلت في الاول، التعادل مع انتر ميلان في ملعبك يعتبر خساره، لاننا كلنا نعرف انتر ميلان سوف يكشر عن اهل ملعبه ضد برشلونه. لكن الحمد لله متاكد كلكم لاحظتم على الاقل برشلونه ما عادش ينهار بدنيا، ما عادش ينهار كي يتسجل عليه الهدف الاول والثاني والثالث يعرف بلي يقدر يرجع. طبعا نصف هذه النقطه يحتسب للمدرب، النصف الاخر لمن؟ لامين يامال. شفتم هذا السيد مستحيل تكون عنده 17 سنه، مزور، تقول لي مزور في عمره، كاذب في عمره، نتيقك. هذا اللاعب خرافي، ولولا العارضه لسجل هدفين، ولولا العارضه لسجل رافينيا اللي كنا شفناه الموسم المقبل كان ميت. طبعا المدرب دور كبير في التاهل للابطال. نحبوا نتكلموا على القذاره اللي عملها ريال مدريد المدرب انشيلوتي في الفيديو الجاي، نزلوا اكتبوا لنا في التعليقات. كميه معلومات عندي عليه غادي تصدمكم، اكتبوا لنا في التعليقات ونعملوا عليه فيديو. نرجع لبرشا ان شاء الله سوف يفوز ضد انتر ميلان اذا لم ينهار، لانه تقدر تتبعه 120 دقيقه جايه، لانه انتر ميلان يموت على التعادل، يموت على الضربات الترجيحيه وعلى لعبهم العفن اللي ما تفهم فيه ولا شيء، يلعبوا فقط على المرتدات. كنا شرحنا شنو وقع كامل في مباراه برشلونه. ما تنساوش اللايك ومتابعه الصفحه. فيسكا برشلونه.